اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. أنا جاية النهاردة وجايبة لكم قصة جديدة، بس تعالوا قبل ما نبدأ قصتنا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبفكركم كمان لو القصة النهاردة عجبتكم فرحوني باللايك، وكمان لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان أي قصة جديدة تنزل يوصلكوا الإشعار بيها. وتعالوا بينا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ حكايتنا. هو انت بتقول ايه يا صابر؟ بقى معقولة هم قالوا لك هيدفعوا لك كل المبلغ ده قصد بس انهم يتجوزوا بنات اخوك؟ ده يبقى فل قوي. انت مستني ايه؟ وافق على طول وبلغهم بالموافقة. بصي، هي في مشكلة واحدة بس يا عزيزة، وهي دي اللي مخلاني متردد، مش عارف ان كانوا هيرضوا البنات يتجوزوهم ولا لا. مشكلة ايه بس يا اخويا؟ بقى ناس اغنياء وفلوسهم حلوة زي دول يبقى عندهم مشاكل؟ بس عليها ومفيش مشكلة الا وليها حل. لما قال لها صابر على الحاجة اللي كان بيفكر فيها متردد بسببها، ساعتها اتصدمت. ردت عليه وقالت له حاجة ما كانش يتوقعها. تبدأ حكايتنا مع نبيل اللي كان قاعد مع مراته بيفكر معاها في أمور حياتهم. هنعمل ايه دلوقتي يا عايدة؟ وهنتصرف ازاي في الوضع اللي احنا بقينا فيه ده؟ شايفة ان دلوقتي خلاص مبقاش معايا اي فلوس اصرف بيها عليكم بعد ما دخلت الجمعية واتنصب عليا فيها. يوم الله اللي كانوا السبب، مش مسامحهم ابدا. معلش يا نبيل، ما تزعلش نفسك يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يفرجها من عنده. اهم حاجة بس انت خليك واثق ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلنا ابدا. ونعم بالله، انا بس شايل الهم، مش عارف هنتصرف ازاي. فلوس الجمعية انا كنت معتمد عليها اني اجيب بيها حاجات لبناتك لانهم خلاص كبروا وداخلين على جواز اهو، ممكن في اي وقت يتقدم لهم اي حد. عارفة اننا مش شايلين اي حاجة على جنب ولا عاملين حسابنا للزمن. لو فضلنا نفكر من هنا للسنة اللي جاية مش هنلاقي ليها حل خالص، غير اننا نشحت بقى عشان نعرف نجهزهم. قلش كده يا نبيل، ايه الكلام ده بس؟ هو انت يعني شايف ان البنات خلاص فرحهم الشهر اللي جاي؟ بس قدامنا وقت يا حبيبي، ان شاء الله هنقدر نتصرف. ولما يجي بقى وقت الجهاز يبقى اللي حلها ربنا من عنده. ماشي، الجهاز ومحلول امره. طب وبالنسبة للعيشة اللي احنا فيها دي هنتصرف ازاي؟ هنكمل حياتنا منين؟ عارفة ان اخر الفلوس اللي كانت معايا دفعتها الشهر اللي فات. انا عليا الدور ان اقبضها، وقلت خلاص الدنيا هتتظبط معانا. كنتش اعرف ان ولاد الحرام هينصبوا عليا، يوم هيسرقوا الجمعية بكل اللي فيها وهيطفشوا. لكن ان شاء الله ربنا هيجازيهم على عملتهم اللي عملوها فيا دي. خلاص بقى يا نبيل، ما تشيلش هم يا حبيبي، انا عندي حل كويس وان شاء الله ينفعنا. قال لي ايه ده؟ وقولي لي عليه بسرعة. انا ممكن ابيع الختمين الذهب اللي عندي وبفلوسهم اشتري سجاد وتاجر فيه مع مرات اخوك زي ما بتعمل كده وبتكسب من المشروع ده كويس كمان. وانا اظن يعني لو قلت لها الكلام ده مش هترفض ولا هتقول لي اي حاجة. مش عارف اقول لك ايه يا عايدة، بقى على اخر الزمن هخليك تشتري بضاعة وتقعد تبيعها مع عزة مرات اخويا. كنت بقول عيني سيبها تشتغل وتتعب كده وانه مش مريحة ولا مقعدة في البيت زي ما انا عامل معاكي. حبيبي عادي، ما فيهاش اي حاجة، الشغل مش عيب ولا حرام، المهم انها شغلانة شريفة وانها هتكسبنا كويس ان شاء الله، وهنقدر نعيش منها احنا والبنات ونبقى مستورين. ماشي يا حبيبتي، على خيرة الله. ولو اني بعز عليا خليك تبيعي دهبك، ولا المفروض ازودهولك؟ مش هاخده منك كده، ولا انك تبيعيه علشان نعرف نعيش. خلاص بقى يا نبيل، ما تفكرش في حاجة ولا تشغل بالك بأي حاجة، سلمها لله، ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا. فعلا عايدة عملت كده واخدت الختمين اللي كانوا حيلتها وراحت باعتهم، وبفلوسهم اشترت كام سجادة وقالت انها تتاجر فيهم مع سلفتها، وفلوسهم هتقدر تجيب طلبات لبيتها. تعبانة ومتمرمطة علشان تعرف توفر القرش. حتى نبيل جوزها هو كمان كان بيحاول يلاقي شغل كويس يتناسب معاه علشان يقدر يوفر منه فلوس لأهل بيته.
لكن عايدة اتفاجئت في يوم لما لقيت أميرة بنتها جاية عليها. بقول لك إيه يا ماما، أنا محتاجة أشتري كام طقم جداد غير اللي عندي دول، علشان أنا خلاص ما بقاش عندي أي حاجة جديدة ألبسها. مش عارفة بقى إحنا هنفضل في الفقر ده لحد إمتى؟ استغفر الله العظيم يا رب. هو أنا هلاقيها منين ولا منين بس يا أميرة؟ أنت مش شايفاني يا بنتي أنا تعبانة إزاي أنا وأبوكي علشان نوفر لكم اللقمة؟ وأنت بقى تيجي تطلبي مني أجيب لك طقمين جداد تلبسيهم؟ اسكتي يا أميرة، خليني في حالي يا بنتي، علشان أنا مش ناقصة هم ولا مشاكل زيادة عن اللي عندي. وأنا أعمل إيه بس يا ماما؟ ولا ذنبي إيه أنا وأمل إن نلبس هدوم قديمة كده ونفضل طول عمرنا عاملين زي الشحاتين؟ انت وبابا كنتم موعدين انكم قريب هتجيبوا لنا كل اللي نفسنا فيه وهتخلونا عايشين مبسوطين. ايه اللي حصل بقى؟ ايوه، احنا كنا موعدينكم بكده فعلا، بس اللي حصل يا ست أميرة الجمعية اللي احنا كنا داخلين فيها خلاص اتنصب علينا فيها واتسرقت، مبقاش حيلتنا اي حاجة، يعني الفلوس بح. هنعمل ايه بقى؟ لا هنقدر على طلباتكم ومصاريفكم الكتير دي كلها منين؟ خلاص يا ماما، انا مش هتكلم ولا هطلب اي حاجة تاني، وخليني كده عاملة زي المحرومة، مفيش اي حاجة بطلبها بتجيلي. مدتش عليها عايدة، لا عبرتها كمان علشان كانت فيها اللي مكفيها، مش ناقصها زن بنتها عليها هي كمان. طبعا أميرة كانت المفروض إنها أكبر من أمل بسنتين، إنها تبقى واعية عنها وشايل المسؤولية كده. لكن اللي كان بيحصل كان العكس. انت حسي شوية بأمك وأبوكي، هما يعملوا إيه يعني؟ يقطعوا نفسهم علشان دول بيتعبوا جامد علشان يا أميرة، وانت كل اللي عليكي نازلة طلبات طلبات وخلاص، مش همك أي حاجة. زي أي بنت في سني يا أمل، عايزة ألبس كويس وأخرج وأتبسط، مش أبقى قاعدة كده في البيت طول النهار وخلاص ما بعملش أي حاجة غير إني بشتغل في البيت. ما عنديش حتى هدوم عدلة أروح بيها أي مناسبة ولا أخرج بيها في أي مكان. وبعدين هو أنت كمان مش نفسك تعملي زي كده؟ ولا نفسك يكون عندك هدوم على مزاجك وتختاريها أنت بنفسك؟ طبعا أكيد نفسي في كل ده، بس شايفة الظروف اللي احنا فيها ومقدراها كمان، علشان كده بسكت. لكن هنعمل ايه يعني؟ يا أمل، أنا مش قادرة أكون مثالية زي كده بصراحة، وشايفة إن احنا من حقنا يجيلنا كل حاجة ويجيلنا كل اللي نفسنا فيه. ده احنا من أجمل البنات اللي موجودين هنا في البلد، وأي حد يتمنى بس كده إن احنا نبصله. لكن للأسف إمكانياتنا على قدنا وحالنا زي الزفت، وعلشان كده ما نقدرش نخرج ولا نبسط زي كل البنات، حتى نجيب شوية مكياج ونجيب هدوم زي أي حد. خلاص بقى يا أميرة، ما تتكلميش في الموضوع ده قدام ماما تاني ولا بابا كمان، علشان ما يزعلوش ولا يحسوا إنهم مقصرين معانا. وهم بصراحة بيعملوا كل اللي عليهم وزيادة كمان علشان نعيش مبسوطين ومرتاحين. ماشي، اسكتي يا أختي خلاص، علشان أنا بصراحة زهقت من الكلام معاكي اللي ما بيجيبش حاجة ولا بيودي ده، وحاسة كمان إن ضغطي عالي بسببك. وتمر الأيام وكانت أميرة مش راضية بحالها ودايما باصة اللي في إيد غيرها. كانت دايما بتلوم أهلها إنهم مقصرين معاهم، إنهم مش بيصرفوا عليهم ولا بيجيبوا لهم كل اللي هم عايزينه. ما كانتش تعرف المعاناة اللي أهلها بيعانوها منها، كان من التضحيات اللي هم بيقدموها علشان تعيش مبسوطة هي وأختها ويبقوا مستورين كمان. وفي يوم كانت عايدة واقفة مع عزيزة سلفتها وبتبيع في السجاد في المكان اللي هم موجودين فيه، وحاسة ساعتها إنها دايخة وتعبانة. أقول لك إيه يا عزيزة، حاسة إني مش قادرة أقف على رجلي ودايخة كده، دايخة من الصبح. ممكن تخليك أنت واقفة هنا تاخدي بالك من البضاعة بتاعتي على ما أروح البيت أكل أي لقمة وأخد العلاج بتاع الصداع وهاجي على طول. ردت عليها عزيزة ساعتها وهي مش طايقاها. طب ماشي يا عايدة، بس يا ريت ما تتأخريش علشان أنا مش هقفلك على بضاعتك كمان، ده أنا كفاية عليا أول هم اللي عندي. يا حبيبتي كتر ألف خيرك، أنا مش هتأخر، هروح واجي على طول. فعلا مشيت عايدة وكانت عزة واقفة بتتكلم في نفسها. والله انت شكلك كده بتدلعي، قال تعبانة قال. والله صحيح، ما انت مش واخدة بقى على الوقفة بالساعات وهدد الحيل اللي زي كده، وطول عمرك عايشة مبسوطة ومتهنية، مش أنا شايل الهم من يومي. ساعتها لقيت صابر جوزها داخل عليها
واستغرب لما لقاها واقفة لوحديها من غير عايدة. ايه ده يا عزيزة، انت واقفة لوحدك كده ليه؟ هي عايدة راحت فين يعني؟ ايه يا صابر، ما اقف لوحدي عادي. هي عايدة دي كان توأم الملتصق ولا حاجة وانا مش واخدة بالي؟ لا انا ما اقصدش كده، بس مستغرب علشان مش لاقيها واقفة جنبك بالبضاعة يعني. تعبت يا اخويا وقالت هتروح البيت علشان تاخد حاجة للصداع وتطفح لقمة وتيجي. مش عارفة بس ايه الدلع اللي هي فيه ده. تظلمهاش يا عزيزة، ما يمكن فعلا تعبانة وعايزة ترتاح شوية ولا حاجة. والله انت غلبان وطيب. هي مين دي اللي تعبانة؟ ده عاملة زي القطط بسبعة رواح. دي يا اخويا ما بتتعبش ولا حاجة، وعايزاني بس اقف واتلطع جنب حاجتها كده وهي تروح ترتاح في البيت، وشكلها بقى تقعد لحد العصر. طب خلاص بقى اسكتي، يا ساتر عليكي. هو انت بتصدقي تفتحي فيها وتفضلي ترغي كده كتير؟ طب قول لي انت عايز ايه؟ جاي كده بدري يعني مش عوايدك. انت عايز حاجة ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت جاي اطمن عليكي. يا سلام، بقى انت جاي بتطمن عليا؟ غريبة يعني يا صابر. اخلص على طول وقول عايز ايه. اكيد طبعا طالما جيت لحد هنا تبقى عايز مني مصلحة. هو انت دايما كده فهماني وفاهمة حركاتي؟ ايوه يا ستي، انا كنت عايز منك قرشين كده علشان عليا فلوس لواحد صاحبي ولازم اسددهم له على طول. ماشي يا صابر، انا هديك اللي انت عايزه بس تمشي على طول، علشان انا صدعت انا كمان. والكلام معاك بقى محتاج برشامين للصداع علشان الواحد يقدر يكمل كلام. خلصي يا عزيزة وهات الفلوس على طول، هروح اسددهم لصاحبي واخلص منهم بقى. ده الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين من كتر المصاريف اللي محتاجها. انت عزيزة متضايقة انها بتشتغل وبتصرف على البيت كمان، وان جوزها كل شوية بيطلب منها فلوس، وكانت بتتمنى ان حياتهم تبقى احسن من كده، مستواهم كمان يكون اعلى، لكن ما كانش في ايديها اي حاجة. عدت الايام وعايدة كانت كل يوم بتلاحظ على نفسها التعب، وانها دايما همدانة مش قادرة تعمل اي حاجة ولا قادرة انها تشتغل زي الاول. وعلشان كده قعدت مع نبيل جوزها واتكلمت. اقول لك إيه يا نبيل، انا خلاص ما بقتش قادرة اشتغل ولا قادرة اقف على رجلي. ده انا كل يوم بتعب وبدوخ وبحس بصداع فظيع. ما تيجي نكشف نطمن واشوف لو عندي حاجة لا قدر الله. سلامتك يا حبيبتي، الف سلامة عليكي، ربنا يشفيك ان شاء الله. يطمنا عليكي، ما بقاش فيك اي حاجة وحشة ان شاء الله. حاضر يا حبيبتي، ناخدك ونروح نكشف على طول ان شاء الله. فعلا راح علشان يكشفوا من غير ما يعرفوا لحد من بناتهم علشان ما يقلقوش عليهم. كان الصدمة لما الدكتور طلب منهم تحاليل وأشعة بفلوس كتير علشان يحددوا عايدة عندها ايه بالظبط. بشك في حاجة بس مرضيش يقول لهم. مروحين وهم شايلين الهم مش عارفين يتصرفوا ازاي. وأول ما وصلوا البيت اتكلمت عايدة. هنعمل ايه دلوقتي يا نبيل؟ ولا هنجيب الفلوس بتاعة الأشعة والتحاليل الدكتور طلبها دي ازاي؟ أنا مش عارف والله يا عايدة، وعمال بفكر من ساعتها ودماغي عمالة تودي وتجيب. واللي يكون طالب تحليل بألوفات وكل ده علشان نعرف بس عندك ايه. ربنا يستر والموضوع يبقى بسيط. بفكر استلف الفلوس دي من اختي وهردهم لها ان شاء الله، لكن اهم حاجة ان احنا نسرع في الموضوع ده ونكشف على طول علشان نطمن. وهي اختك هتجيب لك كل المبلغ ده كله منين؟ ما انت عارفة انها على باب الله هي كمان، وجوزها يدوب على قد حاله. متقلقش، عارفة انها بتشيل فلوس على جنب لأي حاجة تحصل او اي ظروف. ولما بطلب منها تسلفني فلوس اكيد مش هتعزهم عليا ان شاء الله، وهتساعدني وهتقف جنبي. ماشي يا عايدة، لو اننا مضطرين بس مفيش قدامنا حل غير كده، ربنا يسهل ان شاء الله. فعلا عايدة استلفت الفلوس من اختها وقالت لها انها محتاجاهم ضروري علشان الاشعة والتحاليل اللي مطلوبة منها. لما راحوا عملوهم الدكتور ساعتها شاف الاشعة بتاعتها. اسف يا جماعة، زي ما انا كنت حاسس بالظبط. مدام عايدة عندها ورم على المخ ولازم يتعمل لها عملية ضروري، إلا لو أهملتوا وما عملتوش العملية دي هتحصل لا قدر الله مضاعفات وحاجة تانية لها تأثير عليها. عيطت ساعتها عايدة لأنها قلقت على نفسها
وحاول نبيل إنه يهديها. طب وبعدين يا دكتور، هي عايدة لازم تعمل العملية اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ مفيش أي حاجة تانية يعني أو أي بديل؟ لا يا فندم، للأسف ما عندناش بدايل، لأن الورم في حالة متأخرة، لازم يتلحق فورا ويتشال كمان، إلا زي ما قلت لكم كده هيعمل ليها مضاعفات، وفي حاجات تانية ممكن تتأثر بالموضوع ده. خلاص يا دكتور، متشكرين لحضرتك، ألف شكر. خرجوا من العيادة وهم متضايقين وشايلين الهم، مش عارفين هيعملوا إيه ولا هيجيبوا فلوس العملية منين. ما كانوش يعرفوا إن القدر أسرع منهم، وإنهم في ثانية هتخبطهم عربية، مش هيكملوا حياتهم وهيروحوا مع بعض. للأسف بعد الحادثة دي بناتهم عرفوا بالخبر، وعرفوا إن أمهم وأبوهم راحوا مرة واحدة. كانوش يعرفوا المعاناة اللي هم فيها، إن عايدة كان عندها ورم ومحتاجة عملية. فضلوا فترة طويلة في اكتئاب وحالة حزن شديدة كانت مسيطرة عليهم. مع أمهم كان من فترة التانية بيسأل عنهم وعن أحوالهم. الموضوع ما كانش عاجب عزيزة مراته، علشان كده كلمته. وفي إيه بقى يا صابر؟ أنت هتفضل كل يوم والتاني كده رايح جاي على بنات أخوك؟ هو إحنا يعني كنا خلفناهم ونسناهم ولا إيه؟ حصل إيه يا عزيزة؟ هو أنا عملت جريمة ولا إيه؟ أنا بطمن على بنات أخويا علشان ملهمش حد من بعد أمهم وأبوهم غيرنا، والمفروض كده نبقى واقفين جنبهم. يا سلام، تصدق اتأثرت. استنى لما أدخل أجيب المناديل وأجيلك كده علشان خلاص الدمعة تفر من عيني. تجمد كده يا راجل وتخليك أقسى من كده شوية. هو أنت هتصرف عليهم وتنسى بيتك وولادك بقى ولا إيه؟ عزيزة، أنا ما قلتش أصرف عليهم. هو أنا لاقي أكل علشان أديهم فلوس ولا أجيب لهم أي حاجة؟ أنا بس يعني بطمن عليهم، باب الوقوف جنبهم، عامهم نفسيا علشان ما يتضايقوش ولا يتأثروا. يا حنين، مالكش دعوة بيهم، انت بس فكر كده انك تجيب لهم عرسان علشان خلاص كبروا وبقى على وش جواز، وطبعا لازم تجوزهم علشان نخلص منهم ومسؤوليتهم بقى. بس مش اي عرسان، هنجيب حد كويس كده يكون معاه فلوس علشان ياخدهم زي ما هم كده ويدينا عليهم فلوس كويسة. سلام يا عزيزة. طب وانا بقى هعمل ايه ان شاء الله؟ هعمل كده ازاي اصلا؟ اروح وزيع في الميكروفون واقول يا ولاد الحلال عايزين عرسان لبنات اخويا علشان عايز اجوزهم واخلص منهم؟ راجل، ما تفتح مخك معايا كده وخليك بتفكر ولو لمرة واحدة في حياتك. اسمعني كده وانا هقولك على الخلاصة، وان شاء الله هعرف نتوفق في العرسان كده كويس، وهتبقى سبوبة حلوة لينا احنا كمان. عارف يا عزيزة، بس تفتكر ان المفروض اعمل كده دلوقتي في الوقت اللي زي اللي احنا فيه ده؟ واحنا في ايه ولا في ايه بس؟ انا حزين على ان اخويا راح هو ومراته وساب بناته لوحديهم كده. ازاي عاوزانا افكر ان ادور ليهم على عرسان في الوقت ده؟ وبعدين هنجوزهم منين؟ وايه اللي هنجوزهم منين؟ هو احنا نقولتوا يقولوا حلبوه ولا ايه؟ انا بقول لك اهو، عايزين ناس تكون كويسه معهم قرش كويس كده، مش محتاجين مننا اي حاجه، وياخدوهم كده فوق راسهم وفوقهم بوسه كمان، ويدونا بقى احنا اللي فيه النصيب. صدقني لو فكرتي فيها كده هتلاقي ان احنا هنطلع بمكسب كويس من وراهم. فضل صبر يفكر، بس ما كانش عارف يعمل كده ازاي ولا يجيب لهم العرسان منين. كانش ليه معرفة بناس كتير ولا ليه علاقات كتير، حس انه يقدر يسأل ويعمل حاجة زي كده. لكن من كتر زن مراته عليه ابتدى يسأل كل الناس اللي كان يعرفهم، يوصيهم على عرسان لبنات أخوه، وأهم شرط إنهم يكونوا ناس مبسوطين وعندهم أملاك وفلوسهم كويسة. حد ما فيهم كان قاعد مع واحد صاحبه على القهوة وكان طالب منه يشوف له عرسان كويسة، وتفاجئ بيه لما قال له: بقول لك ايه يا صابر، خلاص لقيت لك طلبك اللي كنت قايل عليه، أهم حاجة بقى عايز الحلاوة. لو الموضوع مشي معاكم كويس بجد يا فؤاد. طب ايه، قولي عملت ايه؟ ولقيت ناس مناسبين زي ما قلت لك ولا لا؟ وطبعا انا لقيتهم، وهم مستنيينك كمان عشان تروح تتكلم معاهم وتحكي لهم ظروفكم، وكمان تتعرف عليهم وتعرف ظروفهم. كويس والله يا فؤاد.
بجد كتر خيرك يا أخويا إنك وقفت لي في حاجة زي كده. أنا أجيب لك ده مش هنسى أبدا. متقلقش، مش هنسيك وليك الحلاوة وحقك محفوظ. لا يا عم، أي خدمة. أهم حاجة بس إنك تروح وتقابلهم، وإن شاء الله ربنا يجعل لك معاهم نصيب. شاف فؤاد يا أخويا، أسيبك بقى أنا دلوقتي علشان أشوف الناس دول. دي بقى اديني العنوان علشان أروح كده وأسأل عنهم. وفعلا فؤاد قال له على العنوان، وهو راح على طول ما تأخرش أبدا علشان يخلص الموضوع ويخلص من زن مراته. طبعا كلمها في التليفون وقال له إنه هيروح يقابل الناس ويخلص معاهم يروح على البيت على طول. لما راح وقعد معاهم رجع وكان شكله متضايق ومهموم. أول ما وصل البيت ودخل شافته عزيزة مراته واتكلمت. عملت إيه يا صابر مع الناس اللي كلمتني وقلت إنك رايح ليهم تقابلهم؟ أنا رحت وقعدت مع الناس اتكلمنا في كل حاجة. لما نتفقوا إنهم هيدفعوا لي مبلغ كبير قصاد إن الأخين دول يتجوزوا أميرة وأمل. وسمعت المبلغ اللي قالوا عليه مش هتصدقي نفسك. بجد يا صابر؟ قولي كده هما كام؟ هيدفعوا لك كام يعني الناس دول؟ هيدفعوا 100,000 جنيه مهر لكل واحدة فيهم بس، غير الشبكة كمان اللي هيجيبوها والفلوس الحاجات اللي هما هيتكفلوا بيها للجوازة كلها. يعني تقريبا كده مش هنغرم ولا جنيه واحد بس في الجوازة دي. أنا لسه مش عارف أوافق عليهم ولا لأ. بتقول إيه يا صابر؟ بقى معقول هما قالوا لك هيدفعوا لك كل المبلغ ده قصد بس إنهم يتجوزوا بنات أخوك؟ ده يبقى فل قوي. أنت مستني إيه؟ وافق على طول وبلغهم بالموافقة. هي في مشكلة واحدة بس يا عزيزة، وهي دي اللي مخليني متردد. مش عارف إن كانوا هيرضوا البنات ويتجوزوهم ولا لأ. مشكلة إيه دي بس يا أخويا؟ بقى ناس أغنياء وفلوسهم حلوة زي دول يبقى عندهم مشاكل؟ قولي بس عليها ومفيش مشكلة إلا وليها حل. ولما قال لها صابر على الحاجة اللي كان بيفكر فيها ومتردد بسببها ساعتها اتصدمت. الشابين اللي بحكي لك عنهم دول هما الاتنين مش بيشوفوا، يعني من الناس الكفيفة. وأنا اتصدمت أول ما شفتهم بصراحة. طلعوا ناس كويسين ومحترمين وكانوا بيتكلموا معايا كويس. حسيت إنهم مثقفين وفاهمين في كل حاجة. إيه؟ بتقول ما بيشوفوش؟ إزاي يعني؟ عشان اتكلمت معاهم في إيه؟ وإيه اللي حصل بالظبط؟ وتعال نروح فلاش باك. دخل صابر البيت وعمال يبص لكل ركن فيه، لأنه كان بيت كبير وشكله فخم وكان مذهول بكل حاجة عندهم. وأول ما قعد اتفاجئ لما لقي راجل قاعد مع أخين توأم وكانوا شبه بعض جدا. فاتكلم ساعتها. ازيك يا أستاذ صابر؟ أحب أعرفك بنفسي، أنا بقى عامر أخو حسن وحسين، ودول إخواتي هما توأم. بجد مش علشان إخواتي بشكر فيهم يعني، بس أنت مش هتلاقي حد أحسن منهم، لا هتلاقي كمان حد زيهم علشان تناسبه. أهلا وسهلا يا أستاذ عامر، وأهلا بكم يا شباب. يا صابر أكيد طبعا فؤاد صاحبي حكالكوا عني. أيوة أستاذ فؤاد حكالنا عنك وعن ظروفك كمان وعرفنا كل حاجة تقريبا، بس احنا عاوزين نسمع منك وهنتكلم احنا كمان. فضل صابر يتكلم معاهم ولأنهم مثقفين وناس كويسين ومحترمين، بس كان عندهم مشكلة مولودين بيها كمان وعلشان كده ما بيشوفوش. وما كانش شايف إنها حاجة تعبهم، بس كان مش عارف رد فعل بنات أخوها يبقى إيه. ما يعرفوا إنه عايز يجوزهم من ناس كفيفة. نرجع من الفلاش باك. بس كده يا عزيزة هو ده كل الموضوع. دلوقتي مش عارف بقى أمل وأمير هيوافقوا ولا إيه. طبعا هيوافقوا ورجليهم فوق رقبتهم كمان. هما كانوا يحلموا بشباب زي الورد زي دول ولا يطولوا أصلا إنهم يتجوزوا ناس مبسوطين ويروحوا كده العيلة غنية زي كده وحياتهم تبقى فل. خلاص على العموم أنا هكلمهم وأقول لهم على اللي فيها، وإن شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. كانت عزيزة متضايقة إنها شايفة إن جوزها همه على بنات أخوه، وإن رغم طمعه وحبه للفلوس إلا إنه كان قلقان من ردة فعلهم شوية. مش عارف هما يوافقوا عليهم ولا لأ. بس لما صابر وقعد مع بنات أخوه وقال لهم على كل حاجة بيفكر فيها وعلى عرسان كمان
زعقت ساعتها أمل. طبعا يا عمي، أنا مش موافقة أن أتجوز حد بالظروف دي، مهما كان غني أو عنده ملايين فأنا مش موافقة عليه. أميرة كانت رد فعلها بالنسبة لي صدمة، وده لما قالت له كتر خيرك بجد يا عمي، مش عارفة أقولك إيه، كفاية بس إنك بتفكر فينا وفي مصلحتنا. مش مشكلة إن كانوا بيشوفوا ولا مش بيشوفوا، أهم حاجة إنهم ناس أغنياء وعندهم كل حاجة زي ما أنت بتقول كده. خلاص يا أميرة، أنت اقنعي أمل وفهميها إن الموضوع ده لو تم هيبقى في مصلحة كبيرة ليكم. هم ناس كويسين ومحترمين، مش ناقصهم أي حاجة غير حتى إنهم مش بيشوفوا بس، لكن إن شاء الله هتتبسطوا في جوازتكم. وبكرة كمان تقولوا عمي قال. طبعا هو مشي، وكان يعتبر أخذ الموافقة من أميرة علشان هي كانت الكبيرة ورأيها يمشي عليه هي وأختها. لما قعدت أميرة مع أختها، يا عيني يا أمل كويس، وفكر جدي يا حبيبتي في الفلوس اللي هناخدها لو اتجوزنا الناس اللي بيقول عليهم عمك دول. مش هما مش بيشوفوا، المهم بقى يشوفوا ولا ما يشوفوش، أهم حاجة إننا نخرج بقى من العيشة الفقر اللي احنا فيها دي، نبقى على وش الدنيا كده ويبقى معانا فلوس. انت بتقولي ايه يا أميرة؟ بقى انت موافقة على الكلام الفارغ ده؟ عمك يا اختي عايز يخلص مننا ويتجوزنا كده لأي حد والسلام علشان يقبض فلوس على قلبه وخلاص. وانا شايفة بقى ان احنا من حقنا نتجوز ناس يكون احنا اللي مختارينهم، مش حد مفروض علينا. اما نوافق يا اما هنفضل عايشين في فقر. والله انت بنت غبية، ما بتفكريش وش فقر كمان. بقى انت يعني عاجبك العيشة اللي احنا فيها دي ولا الفقر اللي احنا عايشين فيه؟ مش لاقيين حتى اللقمة الحاف. بصي بقى، انا مش معاكي في رأيك ابدا، وهعمل المستحيل كده علشان اقنعك ونتجوز احنا الاتنين مع بعض ونبقى في بيت واحد. ما كانتش أمل مقتنعة ولا موافقة بكلام أختها، وكانت شايفة إنها بتقول كده وخلاص علشان هي على طول عمرها طماع وبتحب الفلوس. وطبعا مع الزن على أمل من كتر اللي حواليها اضطرت إنها توافق، بس قالت إنها تصلي صلاة استخارة الأول. وسبحان الله لما عملت كده حست إن قلبها ارتاح وإنها ميالة للموضوع، وعلشان كده عطت لنفسها فرصة إنها تقابل العرسان اللي بتقدم ليها هي وأختها. وفعلا جم حسن وحسين وطلبوا ايديهم بشكل رسمي، وكلهم كانوا مرتاحين لبعض وحاسين بالتوافق ما بينهم. لكن أميرة كانت بتفكر في الفلوس وبس، وأهم حاجة عندها إنها تعيش عيشة كويسة وتبقى معها فلوس وعندها كل حاجة. وربنا تمم جوازتهم على خير، وأمل كانت مبسوطة في حياتها لأنها رضت باللي ربنا كتبه ليها، وكانت شايفة إن جوزها شخص كويس ومتفاهم معاها. أما أميرة علشان كانت طماعة ما كانتش بتبص لحاجة غير الفلوس، ما كانتش مرتاحة في حياتها مع حسن، وكانت حاسة كمان أنه مش بيحبها بسبب معاملتها معاه. عمهم صابر أخد فلوس كويسة من العرسان اللي تقدموا للبنات، وطبعا الموضوع ده كان عاجب عزيزة مراته وجاي على هواها، وكانت بتعشق الفلوس زي عينيها بالظبط. وفي النهاية حياة كل واحدة هي اللي عملتها بإيديها. أمل اختارت إنها تتفاهم مع جوزها وتحبه وتقدره كمان، وكانت الفلوس بالنسبة ليها مش أساسي في حياتها، عكس أميرة اللي كان دايما في مشاكل وخلافات ما بينها وما بين جوزها بسبب طمعها الزايد، أو بسبب كمان إنه دايما بيحس إنها مش بتحبه وكل همها على الفلوس وبس. وعلشان كده ياريت لو هتختار شريك حياتك وهتوافق عليه فكر كويس قبل ما تقرر تكمل حياتك معاه. فكر وشوف، لو انت شخص طماع وكل همك الفلوس وبس ياريت تعيد حساباتك وتعرف ان الحياة مش كلها فلوس وخلاص، وان الدنيا زايلة وفي لحظة ممكن كل حاجة تنتهي وتروح من ايدينا. انك تكون شخص بتقدر توازن ما بين الحياة بشكل كويس، تفاهم كمان، وما بين الماديات، فده شيء مطلوب. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة، واستنوني في حكاية جديدة، واشوفكم على خير ومع السلامة.